عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك كلب اخوك فيديو جديد عن نسخة حذر الارقام الجديدة ونسخة طرش. كمل الفيديو للاخر عشان تعرف مميزات النسخة وتعرف ازاي تحذر ارقام. برضه لو انت مبتعرفش تحذر اقولك في قلب الفيديو ده واقولك كل حاجة، فتابع الشرح للاخر واسمع الفيديو كامل. بس الاول لو انت مش مشترك عندي في القناة انزل اعمل اشتراك للقناة، فعل زر الجرس، حط لايك كومنت للفيديو. مش طالب منك غير انك تقدرني بس في الفيديوهات، واللينك النسخة سيبهولك في وصف الفيديو من غير اي حاجة. تمام قلبي؟ تمام. دلوقتي بقى نخش على النسخة، صلى على النبي كده ونبدأ الفيديو. يقولك بس النسخة دي كده هتكون النسخة، نسخة حظر الأرقام. انت اكيد طبعا اول ما تشوف ده تقول النسخة مش متحدثة وان النسخة هتتحدث والكلام ده كله. لا، النسخة متحدثة وكله تمام، مش هيطلب منك تحديث ولا اي حاجة خالص. دي بس حاجة بتظهر كده عشان برضه اطمنك ان النسخة متحدثة. هوريك الاصدار بتاعها على ام تي مانجر. تمام. ادي زر النسخة 22/23/73، ده احدث اصدار نزل من كل النسخ اللي هو جي بي وكل النسخ. ده احدث اصدار نزل، فهي دي حاجه طبيعيه كده بتنزل. وبرضه لو ممكن اشيلها لكم عادي برضه بعد ما انزل الفيديو ده. تمام. فادي كده صاحبي هتكون نسخه باللون ده والشكل الجامد ده. تمام. يعني كده عند شات جديد رسالة الرقم غير محفوظ. لو انت عايز بقى تحذف الرقم وكده بتخش على النسخة تسجل على الرقم بتاعك، تيجي على 3 نقط رسالة الرقم غير محفوظة، وتاخد الرقم تحط كوبي هنا بالشكل ده. مثلا اكن ده الرقم. هتخش على الشات كده بيظهر معاك الشكل الجامد ده. تمام. النسخة طبعا ما تتحرقش من الريكورد وكده، بس عشان نشغل التسجيل. فالنسخة شغالة من الريكورد وكله تمام. ادي كده صاحبي، ادي الواجهة دي. تمام. دي الشكل ده. طب دلوقتي انت حطيت مثلا اكنك كده دخلت جوه الشات وحطيت البند. مثلا هعكس الشات بس. تيجي كده عند نسخة حظر انقذته، تضغط عليها. تيجي هنا عند الحماية الخصوصية، عندك هنا قلب اخوك وزرار العكس. انا لينك قناته طبعا، وده زرار بيغير لك شكل الريكوردات والكلام ده كله. تمام. هنا زرار العكس بقى، اذا كنت عايز تفعله انا مش سايبه مخفي عشان ايه اللي هو يبقى النسخة متفعلة على زرار العكس على طول. لا، انا سايبه لك. اللي انت عايز تفعل زرار العكس او تقفل زرار العكس يعني انت براحتك. هتفعل كده زرار العكس ما تيجي تحذر ارقام طبعا. هنا عند ال3 نقط بقى تحط الرقم اللي انت عايز تغيره. تمام. مش دخلك على الشات بالشكل ده، اكن ده كده انت رميت كده بند في قلب الشات. تمام. طب هتعمل ايه بقى؟ تطلع تيجي تخش بقى على الابلاغات، هوريك بقى شكل الابلاغات. تمام. هتيجي انت طبعا هتيجي عند علامة الريبورت دي كده الابلاغ عن. تمام. وتديله ابلاغ. بص بقى، لو خدت بالك ان علامة الصح دي متشالة، انت بتخش في اي نسخة تانية بتلاقي علامة الصح دي موجودة. يعني مثلا دي نسخة عادية. تمام. تيجي بقى عند علامة الصح، علامة الصح موجودة، علامة الصح موجودة. طيب بص، تيجي تعمل ابلاغ طلعك بره الواجهة دي. لا، النسخة دي مش كده بقى. انت بتيجي علامة صح دي اصلا اهو تحت كده على ابلاغ. علامة الصح متشالة، يعني انت لو جيت تعمل ابلاغات وتيجي تعمل ابلاغ العلامة ثابتة. يعني انت ممكن تعمل ابلاغات كتير فشخ من الحتة دي كده، تفضل تعمل ابلاغات ما تطلعكش بره الواجهة. انت لو بتعمل 100 ابلاغ مش هيبقوا كتير عليك او هيبقوا صعب عليك، لا انت بتعملهم في ثواني. فاهم الفكرة ازاي وطريقة الحظر ازاي؟ فهي بيكون كده. تمام. فانت دي نسخة حطيتها بالشكل ده، كلها شلتلك علامة الصح وخليتها ضرب إبلاغات عشان تسهل عليك ضرب الإبلاغات بتاعتك. تمام. جيت انت بقى تعمل الإبلاغات اللي جوه الشات، هتيجي طبعا عند علامة الريبورت دي اللي هي الإبلاغ وتديله إبلاغات. برضو الشاشة ثابتة، الشاشة برضو ثابتة من جوه الشات، أو تفضل تديله إبلاغات. انت لو جوه الشات بتعمل إبلاغ واحد بيطلعك بره الواجهة دي، والحتة دي بتتمسح بتتشال. تمام. فانت بتضطر تضغط هنا وتعمل ريبورت بقى كل شويه من هنا بالشكل ده. لا، انت عندك هنا ثابته، اديله ابلاغات براحتك. تيجي عند الابلاغ الاخير طبعا على حسب البند اللي انت بتحكي بيه، طبعا هسيب لك بند برضو في وصف الفيديو. تمام. تيجي عند الابلاغ الاخير اتفعل علامه الصح، تديله الابلاغ بتاعك بالشكل ده. اديك انت كده عملت له بلوك والابلاغ، وتستنى لحد ما الرقم معاك كتير. فدي كده النسخه. عندك طبعا انا عند الستوري عندك علامه الريكورد في قلب الستوري برضو وجامده جدا. تمام. النسخة مش جايب لك فيها ميزات كتير، النسخة أنا عاملها للحظر بس، يعني النسخة أنا سايبها بس للحظر مش أكتر. انتوا عايزين نسخة مميزات وشكل جامد وكده انزل لكم برضه، بس دي نسخة حطيتها للحظر، وإن شاء الله برضه انزل لكم كام نسخة برضه للحظر بس بألوان تانية وأشكال تانية. دي بقى النسخة فيها كل حاجة
انت برضو عايز تستخدمها استخدام ليك عادي جدا، النسخة جامدة. فقر الظهور، تجويز مشاهدة مرة واحدة، توقيف إشارة محولة. قلنا السمات، عندك هنا كله سمات الواجهة، الشاشة الرئيسية، وطبعا كل حاجة خاصة بيها. هنا شاشة المحادثة، تمام. والنسخة متحدثة، يعني انت متقلقش من العلامة دي يا قلب اخوك، يعني النسخة متحدثة. هي دي كده علامة تظهر عادي، انت ممكن اول ما تنزلها مش هتظهر لك، هي بتظهر لناس وناس. بس هي النسخة متحدثة عادي جدا، يعني انت متقلقش منها. عادي كمل، خش واعكس على ارقامك براحتك ومن غير اي مشاكل. وطبعا قلب اخوك هسيب لك النسخة في وصف الفيديو، ان شاء الله انزل لكم نسخ تانية منها. وبرضه انزل خش على قناة التليجرام، بنزل كل حاجة هناك، والبنود بنزلها هناك في قناة التليجرام. بس تخش فيها هتستفاد جدا لما تخش في قناة التليجرام، بحضر ارقام وفك حظر ارقام، كل حاجة موجودة هناك في التليجرام. اللي عايز يكلمني برضو هلاقي اليوزر بتاعي في قلب القناة. والسلام يا اخواتي.